اهلا بيكم في حلقه جديده من وراء النجوم. النهارده هنروح كل المطاعم اللي بتعمل نظام الطيبات. قلبي كتير مبسوط كل الوقت وانا معاك. بصوا، هو مفيش مطاعم كتير قوي، يعني ده الاوبشن ده ممكن يكونوا مطعمين، مطعم اللي احنا داخلينه دلوقتي والمطعم اللي هنروحه في اخر الفيديو. هما دول اللي عندهم مينيو كامل للطيبات، بس في حاجات تانية برضو هنروحها كده في النص. هم عاملين ايتمز معينه او مبدلين العيش بتاعهم بعيش شامل الحبه، او ما اعرفش اسمه ايه، عيش الحبه الكامله تقريبا. المهم احنا دلوقتي قدام اول مكان وهو نور اكل بمزاج. هو تقريبا كافيه على مطعم، كان واخد ريتنج 4.4. محمد بيقول فيري كلين ديليشس فود فريندلي ستاف فريش اير اند طيبات انشوجه. ايه الطيبات انشوجه دي؟ ممكن نشوف ريفيو قليل. هيثم بيقول اسوأ مكان رحته من سنين، طلبت بطاطا وفروت مادنس ودفعت 800 جنيه. محسن بيقول خدمه مصريين ناصحين، الطعام قليل جدا لا يتناسب الاسعار. ماشي نخش نشوف. النهارده مش هقول اي حاجه، هدوق عادي، هقول حلو ووحش، مش هخش في تفاصيل، يعني هحاول ما اخش في تفاصيل. المكان من بره شكله جامد. ماشي، احنا قعدنا فيرست امبريشن كده، مكان فيه ابهات وامهات كتير. نسيت اقول لكم ان انا معايا ماما في الفيديو ده تحميني. المنيو نزلت زي ما انتم شايفين، المنيو عليها سوري ماشي، زي ما انتم شايفين في شيشه في المكان. مش عارف دي شيشه طيبات ولا لا. طبعا النظام ده يا ماما عندنا طواجن هنا، طاجن كوارع، طاجن ممبار، طيبات، شوربة كوارع، هوت شوكليت بدون لبن، توست سكرانس حلاوة بالقشطة، فطار ضية دي غريبة قوي كفر عيش الطيبات. يعني ايه كفر عيش الطيبات؟ مشروب فيمتو. يتشرف مطعمنا بتقديم نظام الطيبات لطبيب الإنسانية دكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه ربنا يرحمه. بسم الله وكلوا من طيبات ما رزقناكم. في هنا بقى حاجات أغلى شوية. أنا فاكر إن الصورة دي تقريبا كانت نازلة على الفيسبوك، اللي هي اللي فيها الأسعار الغالية دي. ده بقى المين ديشز تقريبا. في لحمة ضاني بالبطاطس، لحمة ضاني بالقلقاس، ميكسات غريبة. يعني هي ميكسات غريبة ومش مفهومة قوي، بس هي حاجات في النظام. يعني في برضو معلومة كده أنا عرفتها، صاحبة المكان كان عندها كانسر، وكان مكتوب لها ان هي تعمل جلسات علاج كيماوي 12 جلسه او 11 جلسه، عملت منهم 2 بس. بعد كده في حد دلها او قال لها على نظام الطيبات، فهي قررت ان هي تمشي على نظام الطيبات وما تعملش الجلسات، وابيرنتلي خفت، ده على كلامها يعني. المهم نشوف ممكن نطلب ايه من المنيو. انا بس مش فاهم يعني ايه فتة لحم الطيبات، يعني ايه الفرق بين لحم الطيبات والعادي؟ لحم الطيبات بيبقى غالبا غنم، يعني غنم؟ هي كل اللحمه طيبات. بس هي هنا بتقدمها تقريبا بلحم الضاني البرقي، يعني اخفهم في الهضم الضاني البرقي او الضاني. مفهوم. لما كان غالي شويه ولا يعني توست بني موزاريلا وسلامي بليد ب 370. طب وايه بسبوسه الطيبات دي؟ دي بسبوسه معموله من غير بيض ولا لبن. طب ايه ليه عصير تفاح معلب ب 70 جنيه؟ بس مش عايزين نقعد نسال اسعار كتير، عايزين نشوف هناكل ايه. ماركت 30 هي صغيره، انت اكيد بتجيب لك اكتر من علبه يعني. يعني في شيبسي مثلا، شيبسي 75 جنيه. ما هي اسعار هنا غاليه شويه. لا هو مش اسعار غاليه، هو حاجات كلها من كشك يعني. أيوة شيبسي لا عصير معلب. لا الشيبسي مش من الكشك خالص. الشيبسي بيبقى معمول طبق يعني شيبسي. بتبقى بطاطس اورجانيك مش مرشوشه. طب ايه اكتر حاجه طيبات في المنيو ده؟ هو كله طيبات. طب انا في حاجه مش فاهمها، ايه ستيك فيليه جنوب افريقي ده؟ ده ستيك كبير قد كده، كبير قوي في الحجم، يعني كف 3، ومشوي بطريقه معينه، وبينزل معاه حاجات بقى رز وبطاطس وحاجات تانية كتير. احنا قررنا نطلب بطاطس موزاريلا، يا اما مفروم طيبات يا اما موزاريلا كلاسيك، وطاجن رز معمر باللحمه. هل ده طيبات كفايه؟ عايز اقول برضو ان احنا ماما جابت عيش توست بتاعهم، شكله حلو بصراحه، شكله كبير كده. وعايز اقول برضو ان ماما وهي بتشتري جوه قالت ان جوه في ناس كتير قوي، وقالت عليهم الناس اللي جوه شعب الطيبات. فهو برضو الموضوع فيه نوعا ما في كالت يعني. هدوق عادي. دوق عادي. طعمه حلو. هو كمان عيش حبه كامله، التوست ده عباره عن عيش حبه كامله وزبده نيوزيلندي ورده مع بعض، شغال معاهم شريحه واحده مشبعه. شغال معاهم. بس عندي سؤال مهم، عشان انا عامل دايت دلوقتي، هل الاكل اللي احنا طالبينه ده دايت ولا لا؟ هي الطيبات في العموم بتخسس. انا مثال قدامك وكل الناس قدامك مثال، اللي بعد الشهر يعني بعد اسبوعين تاكل بتبتدي تفقد كل الدهون اللي في جسمك، فما فيش حاجه اسمها يعني. ايوه، يعني الكالوريز اللي انا هاكلها في الرز المعمر ده ايه؟ مش حاجه تخنك منه. ما كريمه الطهي دي بتتخن. لا ما بتخنش. البطاطس بتتخن. بص انا بعمل بكريمه الطهي رز بلبن.
وبحطها وبقى ممكن افطر الصبح مثلا حته مربى بالتوست مع قشطه. ما بس فيها بيكفيهاش. كالوريز ولا الموضوع يعني هل الكالوريز في النظام ده مش بتعتبروها يعني صح؟ لا مش بتعتبرها لان جسمك بياخد يعني ماشي على الاكل صح، وبالتالي هو بيحرق الدهون الغير مرغوب فيها. نعمل وعي نظام الأنظمة الغذائية عامة، نبقى نتكلم بقى. أنا هنا جاي أخرج وأتبسط. كان جامد عامة، يعني قاعدة حلوة. ثانية، طب أنا في حاجة دلوقتي خدت بالي منها، مش المفروض هدف النظام ده إن هو الناس تبقى صحة يعني وكده؟ اه طبعا. طب ليه بيقدموا شيشة؟ هو غلط، الشيشه غلط. الشيشه غلط جدا فعلا. طب وفي حاجة تانية برضه، المفروض إن هو النظام ده يعني بالطبيعة وبعيد عن المواد الحافظة وكده. إيه حوار العصير المعلب؟ العصير المعلب انا مش معاه قوي، امم بس هي وجهه نظر يعني الدكتور ضياء الله يرحمه، انه الضرر اللي هيجي لك من المواد الحافظه اقل بكتير جدا 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 من اللي بيجي من خضار مرشوش، فاكهه مرشوشه، او حاجات. طب ثانية، يعني العصير فاكهة البيتي العصير المعلب ده ما فيهوش حاجة مرشوشة؟ يعني حسب كلامهم انه لا، هو افضل من العصير الطبيعي، بس دي مش وجهه نظري يعني. انا مش مع وجهه النظر دي. النظام ده هدفه إن أنت تهدمي بسرعة. ايوه، هدفه انك ما تقعدش كتير قوي معطل طب ما أهدم براحتي عادي. ما ينفعش، ليه؟ عشان المفروض ان الدم كله والجهاز الدوري كله بيبقى متأهب لعمليه الهضم دي. فلما يقعد فتره كبيره جدا حضرتك تهضم، تمام، الجهاز الدوري يبقى كل شغله الشغل الهضم، لكن لما تهضم بسرعه بيتفرغ بقى. عندك مثلا مشكله في كوعك هيتفرغ، عندك مثلا التهاب في حته معينه هيتفرغ لها، اي ورم في جسمك هيتفرغ له، هتخف. وجهة نظر. لكن لو انت ال 12 ساعه مثلا لما تهضم حاجه مش هتتهضم، هيبقى كل الدم يعني مشغول بعمليه الهضم دي. بيقولوا اني شبه حته مني. بطاطس جت شكلها لذيذ، بس عندي تعليق على البتاعات اللي هم حاطينها دي، شكلها غريب قوي. في عيش برضو، جابوا عيش، دوق العيش. حلو ما فيهوش الرخامه ان هو عيش بني او عيش دايت او كده، لا طري عادي كده من جوه. هو ده دايت صح؟ دوق البطاطس بقى، انا شايف ان فيها ذره. ماشي، دي المفروض بطاطس بوريه، اللحمه المفرومه والذره والجبنه تقريبا. الطاجن جه، هو ده الطاجن اللي ب 500 جنيه. ده الطاجن ولا عينه منه؟ ده واضح ان الطيبات مش كرمه قوي. اسمهم ايه جماعه الطيبات؟ مش كرمه. البطاطس بصراحه طعمها عادي قوي، عادي قوي 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 يعني. لا محتاجه ملح بس انا عايز احط عليها ملح وهوت صوص وكاتشب ومايونيز. طب اقول بجيب حاجات دي. المهم يعني دي البطاطس، ونشوف بقى قصتها مع الملح ايه. الطاجن بقى يعني انا مصدوم بصراحه، مصدوم في حجمه، بس تمام. المهم طعمه يبقى حلو. ملوش اي طعم وناشف. بس انا باكل رز يكون فيه كريمه جوه مثلا. ماما الاكل ده وحش قوي بكل امانه يعني، وحش قوي. حاسه رز باللحمه يعني، رز ابيض باللحمه ما فيهوش اي كريمه. ماشي، انا قلت له هات لي هوت صوص، جاب لي باربيكيو، ما اعرفش ليه. مفيش شطه في الطيبات، مفيش شطه. ماشي، انا مش هتكلم عادي يعني، انا في ارضهم. المهم ان هو قلت له رز المعمر برضو دراي قوي. قال لي ما هو طعمه بيبقى مختلف عن الرز المعمر اللي فيه لبن. قلت له ماشي، بس ده المفروض فيه كريمه. قال لي في كريمه. قلت له مش شايف فيه كريمه. قال لي طب هزود لك الكريمه وارجعه. بس قلت له بطاطس برضو ملهاش طعم. قال لي احنا مش بنحط بهارات عشان ده طيبات. قلت له ماشي، بس الملح ده مش بهارات يعني. قال لي تمام. يعني انا ما عنديش اعتراض والله، كده كده اي نظام غذائي يبقى فيه يعني بتضحي بحاجات. يعني احنا المفروض هنا مضحيين بالطعم شويه، مضحيين بالسعر شويتين، عشان الاكل يبقى سهل الهضم يعني. ماشي تمام، انا مش عايز اهضم اكل تاني في حياتي عامه. ان احنا دلوقتي مستنيين الرز المعمر. انا لحد دلوقتي احسن حاجه على الترابيزه صوص الباربيكيو ده، بجد طعمه حلو قوي. طيب هو تقريبا يعني خد الاتجاه للاخر يعني. هو بتاع بصوا بقى شوربه. طب ده مش لبن، ده كريمه. ايه رايك؟ هو الاكل كويس، بس انت عايز ملحين، كل الاكل عايز ملح. حلو يعني، عجبك؟ بس عايز ملح. عجبك بجد يا ماما؟ والله ريحته حلوه، طعمه حلو، بس هو محتاج ملح. الاكل كله جاي ناقص. في حد مبسوط على الترابيزه الحمد لله يعني. انا دي بجد اوحش حاجه، اكتر مره احس ان انا ندمان يعني اكتر مره احس ان انا ندمان على حاجه اكلتها. الكريمه طعمها ميه بجد، مش بدون اي افوره، هي ميه بس. تمام، هي دي لو هي دي الطريقه
دي الطريقه اللي بتعمل الاكل يعني. هي اكل غير بهارات تمام. بالنسبه لي الموضوع سيء بصراحه، بس يمكن فعلا عشان انا متعود على البهارات او متعود على الطعم الجامد في الحاجه، فلساني مش واخد قوي على الاكل ده. بس العيش حلو، العيش عجبني. تمام ماشي. يعني ممكن يكون الحساب ده اكتر حاجه مش طيبه هنا. فاينل ريفيو بقى للمكان. المكان قعدته لذيذه، الفايب بتاعته حلوه، العيش فيه حلو، اكله يعني لو نقارن انظمه ببعض مثلا فالاكل الدايت كان طعمه احلى بكتير. ده طعمه مش ملوش طعم قوي، ممكن شبه اكل الالمان شويه. الاكل ما فيهوش اي حاجه يعني، ما فيهوش ملح، ما فيهوش بهارات ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. فانا مش لساني مش متعود على الاكل ده، واكيد سهل في الهضم يعني مريح. ممكن ندي مكان فاينل ريتنج مثلا 7 من 10. انا كده مش هاجي تاني، بس ماما هتيجي فمش عايز اقول ريفيو وحش يطردوها من الكالت. 7 من 10 حلو. تاني مكان معانا هو هولمز برجر. ده بقى مش طيبات قوي، بس هم كانوا منزلين ان هم عندهم برجر بالحبه الكامله. فتعالوا نشوف برجر بالحبه الكامله واخد ريتنج 4.1. دلوقتي في معلومه مهمه قوي يا جماعه ماما بتقولها، بتقول ان الدقيق الحبه الكامله ممكن يبقى مغشوش ومخلوط بدقيق ابيض. اساله على ايه؟ اساله اقول له حبه كامله ولا لا. لما يجيب اقول له هات حبه دقيق منهم. لو لزق في الدقيق كده يبقى هو مش حبه كامله. ماشي. او اقول له استخراج كام في المية، لو هو احسن حاجه يبقى استخراج 96%. ايه حوار الاستخراج ده؟ يعني الفائد اللي اتفقد من الحبايه قليل مش كتير، لان هو كل ما بيزيد الاستخراج كل ما الحبه اتطحنت بكل حاجتها. هخش اساله الاسئله دي. ايوه خليه يجيب شويه دقيق من اللي هو خالص بيه العيش ده. لا هتكسف بصراحه اقول له. ممكن انت تعملي الحركه دي؟ انا داخل مع ماما تجيب لي حبه كامله. بقول له حضرتك عندك اللي هو البرجر اللي بيعيش الحبه الكامله؟ هو بيبقى فرق بينه وبين العادي قد ايه؟ 15. بيبقى ازيد يعني 15 جنيه مثلا، بس في كل اللي في المنيو عادي صح؟ هو العيش اصلا يعني بيتخبز هنا ولا بيجي لكم مخبوز من بره؟ لا والله دي ما عنديش معلومه. ما تعرفش؟ انت ممكن اشوف بس الرغيف حبه كامله شكله ايه؟ شورتة الحبه الكامله. انت واثق ان هو اصلا حبه كامله ولا لا هو حبه مش دقيق ابيض اكيد؟ لا. طب ممكن نجرب، ممكن واحد سنجل اللي هو يامي سماشد ولا عادي؟ عادي. ايه؟ مش عارف ان في هنا هابي ميل. احنا لسه في زايد. بره من جوه شكله لذيذ عامه، شكله مودرن، والشاب اللي جوه لذيذ قوي برضه، كان متعاون بشوش وبيهزر. فمتحمس قوي للعيش بس خير. الاكل نزل. برجر شكله لذيذ بصراحه. عيش مش عارف طري لونه بني، معرفش. ايه رايك في العيش ده؟ اختبار العيش ده. هي مش حبه كامله، عمل عجينه. عمل عجينه؟ مش عارف. احنا عايزين نبقى صادقين. كله عمل عجينه ولا لا؟ يعني ايه عمل عجينه؟ ما تفرولش يعني؟ طب احنا هندوقه عادي نشوف طعمه ايه. بص هو لو هيلوك في بقك وهيحتاج مضغ كتير يبقى هو عليه. طب ما العيش بتاع شيماء ده كان عايز مضغ. كان عايز مضغ عادي. ايوه هيلوك بقى في بقك كده هيلوك. شوف هيلوك ولا لا. انا برضو مش هاكل قوي عشان انا برضو عامل دايت. هو الاكل ده مش دايت ومش طيبات يعني، هو بس عامل بديل للعيش الابيض بعيش تاني كامل الحبه، لان دي متعب فعلا، دي حاجه حقيقيه. فانا مش هاكل قوي. بس البرجر يا جماعه يعني بغض النظر بقى عن العيش شكله سكسي موت. شكله سكسي جدا جدا جدا. دول العيش الاول ما بيلوكش قوي يعني. تحفه والله، حلو قوي. فاكر عشان ما اصلحش. البرجر جامد، ومش حاسس ان يعني مش حاسس ان العيش مأثر في طعمه او مخليه طعمه وحش او لو عمل اي فرق. فلو ده عيش صحي طبعا بدلوه بده عادي. لو في اوبشن تبدلوه اعملوا كده، هو فرق 15 جنيه فتحفه. دول عيش تاني لوحده ما بيلوكش. طب ممكن نعمل اختبار للعيش، تحط قطعه عيش في ميه. حط قطعه عيش في ميه قد كده مثلا. اختبار العيش يا جماعه، حط عيش في ميه بعدين قلبه بقى، ولو اتفتفت يبقى هو حبه كامله. ايه بيتفتفت اهو. يعني هو كده حبه كامله. شوفوا بيتفتفت ولا لا. بيتفتفت يبقى حبه كامله. بيتفتفت.
حاسس ان انا كيميائي دلوقتي. لا هولمز برجر كطعم انا ابروف، وكحبه كامله وكده ماما بتابروف. 10 out of 10. المكان اللي بعده يبقى بيتزا معروفه قوي كلنا بنحبها، بس هم عاملين برضو عجينه حبه كامله، فموضوع انترستنج بصراحه. اشوف الفرق ده هيغير في الطعم ولا لا. يلا بينا. ماشي، البيتزا هي بيتزا بريموز. برضو كانوا من فتره منزلين على السوشيال ميديا بتاعتهم ان هم عندهم بيتزا بعجينه الحبه الكامله. بريموز بيتزا هنا واخده ريتنج 4.6، والناس بتقول overall experience good food and vibe. احمد بيقول the sea ranch pizza is hands down. انا بصراحه عارف بريموز طبعا واكلت منه كتير قبل كده، ودايما بطلب يعني سي رانش يا تشيكن رانش، الاثنين دول اساسيين يعني. مش عارف هطلب ايه المره دي، انا عامل دايت شاكو هدوق برضو بس، فانا متحمس اشوف البيتزا اللي انا باكلها لو العجينه بتاعتها اتغيرت وبقت حبه كامله هتبقى طعمها حلو ولا لا. يلا بينا. اوكي دخلنا قعدنا. المكان شكله جامد، هو يعني مطعم، يعني هو مطعم شويه مش بيتزا تيك اواي سريعه كده. المهم انا مش عارف ممكن اطلب ايه بصراحه. يعني انا عارف ان انا قلت لكم الحاجات اللي انا بحبها، بس عايز ممكن نجرب حاجه جديده. يعني في مثلا بيتزا اسمها بيتزا سويت اند ساور، مولعه مش هطلبها. بيتزا سموكد شكلها لذيذ، سموكد برجر شكلها لذيذ. هشوف هطلب ايه وارجع لكم. طلبت واحده ميديوم سموكي برجر، صرتها برضه برجر عشان يعني نحاول تبقى طيبات بقدر الامكان. كنا هنطلبها سي رانش، بس اكتشفت ان الجمبري مش في نظام الطيبات. ليه الجمبري مش في نظام الطيبات؟ عشان صعب الهضم. عشان صعب الهضم. مش ليه صعب الهضم. وطلبناه بالحبه الكامله. وثانيه واحده معانا برضو ازازه الميه عشان نعمل الاختبار. الميه ما بتكدبش يا جماعه. هنعمل الاختبار لاي حبه كامله هنشوفها، اي حبه كامله هنشوفها هناخدها نعمل لها اختبار. مش بناخد بقى في التشريات اللي هي زي الجمبري وزي الصبيط، صعب الهضم. يعني حتى انت لو جبت الصبيط ويكون مقلي تاكله تلاقيه، يعني الدكتور الله يرحمه كان بيقول عليه بلاستيك. هو حتى جرب كده الصبيط تاكله هتلاقيه كان بيقول لي على الجمبري برضه بلاستيك وقشريات وصعب الهضم. ما قالش صرصار البحر؟ هو في مره قال صرصار البحر يعني، او خنزير البحر ما اعرفش. خنزير البحر؟ ليه خنزير؟ هو قال صرصار البحر لا. الله اعلم، انا يعني ما سمعتوش قال خنزير. هو تقريبا كان قرفان منه يعني، بس هو بيقول ان هو مش صعب الهضم. بهدمه عادي يعني. تهيألك كانت بتهدمه عادي، بس هو صعب الهضم بس. بجد صعب الهضم. صعب الهضم الجمبري صعب الهضم. طب لو هضمته ليه؟ اللي عنده معده ويقدر يهضم كل حاجه ياكلها براحته. هو الراجل قال لك كل اللي انت عايزه خلاص. اللي اسمه كريم ايه رايك فيه؟ كريم مين؟ اللي اسمه كريم، اي حد اسمه كريم. ما انا مالي، ماليش دعوه، انا ما بقولش رايي في حد. ليه كده؟ شو كان قال لي اسمه كريم مش راجل؟ كان بيهزر الراجل، وانتوا يعني ماسكين في الفيديوهات بتاعته الاخرانيه دي اللي كان بيهزر فيها وبيدردش مع المتابعين بتوعه، بيهزر. الفيديو ده متعب. لسه بعد المكان ده فيه مشوار، روح الحومدية. اوبا دي غرقانة. مش عارف اكل منين. ماشي. العجينة مش عارف. العجينة نفس اللون تقريبا. لونها فاتح شوية. لونها فاتح شوية فعلا. اتأجل اقول ده كام الحب ده؟ طعمه ايه؟ طعمها يعني مش زي بتاع البرجر بس لا والله طعمها عادي. جرب اعمل لها الاختبار عقبال بقى ما دي تسيح هدوقها. طعمها جامد، والعجينه طعمها لذيذ يعني، مش مغير في طعمها قوي. عامله زي براون توست كده، بس هي دي ابتع فعلا شويه من اللي كانت قبلها. ايه النسبه قد ايه؟ شايفاها مش بتتفتت. 60%. ماشي، هي دابت بس مش قوي يعني. لا ما فتتتش، الطريقه تبقى مفتته خالص. هي دي حبه كامله بس مش كامله قوي يعني. لق حته كمان. طب دي ايه بقى؟ اكيد دي ايه ابيض مثلا، مش حبه كامله. خليط يعني؟ شايفه ان هي مش حبه. كفايه كده. ما بوظت في الاكل يعني. عايز اقول رايي في حاجتين. انا اول مره اجرب السموكي برجر دي، جامده بصراحه، بس العجينه طعمها حلو برده، بس it disappointed my mom. فممكن ندي فاينل ريتنج اوفرول 7 من 10 بريموس بيتزا. يلا نروح الحومدية، يلا بينا. أخيرا وصلنا. أيوة عندي توك توك. عدى توك توك الطيبات. أخيرا وصلت مطعم الطيبات اللي كان تريندنج على تيك توك الفترة اللي فاتت. اهلا وسهلا بكم مطعمنا الجديد مطعم الطيبات. دي رساله بنوجهها لحضراتكم وبنقول لكم الطيبات
مش كلام. هو طبعا مش واخد ريفيوز على جوجل، نو ريفيوز، لسه فاتح جديد، فخش جوه ان شاء الله نلاقي حاجه تبسطنا. يلا. مثلا عندهم صاله جامده شكلها نضيف وفيها تكييف جديد وبتاع. انا شامم ريحه اكل الطيبات، شامم بالحته دي. ايه؟ المنيو بتاعه حاسس ان احنا في مطعم صيني عامه. انت رحت وجبه اللحمه كيلو دي امم تمام، واطلب طاجن بطاطس بالعسل والقشطه. ماشي، وانا وجبه كفته وحواوشي. اسعارنا مختلفه خالص. هنا بقى اسعار طيبه. اسعار طيبه. قعدت اتكلم مع الراجل قال لي انه ناس كتير بيجيله من بعيد، كنتش متخيل كده. دي كل عشاق الطيبات. ربنا يكتبها لكم. هي منيو فيها لحمه وكفته وبطاطا وكوارع ورز بالكبده، ما فيهاش عصير معلب الحمد لله. فيها باكيت بطاطس مقلي. احنا طلبنا وجبه لحم بتلو ووجبه كفته وطاجن بطاطا بالعسل والقشطه. ده لحد من اسبوع كان قال لي ان انا هسافر الحونديه وهقعد اكل في مطعم الطيبات، ما كنت اصدقه. انا مش عارف انا بعمل ايه. اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. واحد بيتعب. الراجل جاب لنا ميه، جاب لنا من سوبر ماركت جنبه ميه جامده، وفي برضو الميه اللي هي بتاعت محلات الكشري دي، الميه الستانلس ستيل جامد. متحمس. سخن. انا ممكن ادوق اول حاجه العيش. عيش حلو. نعمل له اختبار وكده ولا مش مهم؟ مهم بقى. شكله غريب عامل. طب ادوق ايه الاول؟ ادوق اللحمه. ماليش قوي في اللحمه بس شكلها تمام. حلوه، مش قوي يعني بس حلوه طعمها حلو، طعمها لذيذ. بص هو هنا الاكل ملوش طعم، لا بس يعني ملوش طعم برضه من غير توابل وكده، بس ليه طعم شويه يعني، مش عارف اوصفها ازاي. مش متبل قوي بس ليه طعم. يعني صوص الكفته بقى، هو ايه علاقه الزيتون بالموضوع؟ المخلل بتاعنا زيتون. المخلل بتاعك زيتون؟ حبيت الطحينه طعمها غريب بس من غير توم. من غير توم. طعمها مختلف، الطحينه طعمها مختلف بس مش وحشه، فيها زيت كده. ايه الزيت ده؟ يعني وش بس. طب انت كأهل طيبات ايه رأيك في الأكل؟ هو الاكل طيبات 100%. رز حلو قوي، اللحمه بقى فعلا طيبات. مزق معاكم لحمه طعمها جميل قوي، خير كده. فعلا ايه؟ خير لحمه الطعم اللي احنا نسيناه حلو. لحمة ايام ايام العز، ايام الاسكندريه فيها طيبة. لا اللحمه الوصفه دي دكتور ضياء. اللحمه اللي قال دي لحمه حلوه. الله يرحمه. فعلا طعمها حلو بس انا مستني الكفتة. حلوة التجربة دي. دي بناكل اكل طيبات مع امي طيبة في الحومدية وبتقول لي احنا المخلل بتاعنا زيتون. انتوا ايه؟ فالطيبات لكن مخلل زيتون. ليه من الصبح بتتكلمي عن نفسكم بصيغة الجماعة كأنكم جروب او حاجة؟ لا بقولك مخلل اللي احنا اصبحنا ناكله الطيبات اللي هو الزيتون، زيتون الاخضر، زيتون الاسود. ايوه ليه جمعتوا نفسكم؟ ليه عملتوا كلت؟ ما عملناش كلت ولا حاجه، انت اللي عملت كلت، ما عملناش كلت. احنا اللي عملنا كلت؟ احنا قلنا احنا بناكل كذا. ايوه ليه بقى احنا؟ طب اقول ايه؟ قولي انا انا ماشي على نظام باكل كذا. انا ماشي على نظام مسموح لي فيه ان اكل مخلل زيتون. بالظبط كده. كفته وحواوشي نزلوا، انا بس حسيت الكفته صغيره قوي. هو قال لي ربع، ده مش ربع اكيد. ده مع الفواكه. ايه ده؟ فشيخه والله طعمها حلو قوي. طب ما طيبات اهو ليه طعم متبل اللي كلته الصبح ما كانش ليها يعني. لو دي خليني عندي حموضه او كده دي تحفه او تتهضم بطريقه اسهل يعني. حلوه قوي. حلو قوي. اكنها معموله بتوم عادي ما فيهاش طبعا توم ولا بصل، بس اكنها يعني. ولا تعملها بملح وفان جلاس. ملح وخل. مع ذكيه. دول حواوشي يعني ملوش طعم اهو، مش بطال بس مش زي الكفته اللي كانت صدمه بالنسبه لي. نزلوا لنا عصير عنب معلب لسبب ما انا مش فاهمه يعني. ما اعرفش ليه العصير المعلب وبالتحديد العنب ده حاجه هم معتقدين ان هي صحيه يعني. بس تمام، انا اكون معتقداتكم يعني، مش هتريق على معتقدات حد ومش هحكم عليها. تمام انا مبسوط. انا باكل كفته وحواوشي وعصير عنب في الحومديه. انا تمام مبسوط يا ماما. شور 10 من 10. حلي بقى. لذيذه والله. طيبات مش حرمان خالص، مش محرومين من حاجه. خلاص يا مصدومه. اقليه قاعده معانا بس عشان هي متاخده حقها يعني. معايا استاذ محمد شهاب
صاحب مطعم الطيبات. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله. بس ايه الحلاوه دي؟ حبيبي. المكان لذيذ والديكورات حلوه، وانت مكلف المكان حلو وعامل شغل ما شاء الله محترم يعني. الحمد لله. ده غير الاكل والله احنا كانت يعني من البدايه اصلا كانت فكرتنا ان احنا نقدم حاجه محترمه. حتى في اللقمه اللي احنا بنعملها كنا كمان بنسعى ان احنا نجيب الحاجه من مصدر كويس. هو بغض النظر عن الانظمه والطيبات بعيد عن الأنظمة. اللحمه نفسها حلوه، والكفته حلوه كلحمه يعني، هو نظيفه. يعني انا كان فكرتي ان انت تحس بمردود الاكل على جسمك. يعني ان انت بعد ما تاكل اللقمه بعد فتره انت تحس بمردود اللقمه، يعني ان انت ما اكلتش حاجه تقيله، ما اكلتش وتعبت، ما اكلتش وحصل عندك ارتجاع مريء او حصل عندك حرقان. طب اشمعنى بقى الطيبات يعني؟ والله هل انت اصلا ماشي على النظام ده؟ انا ماشي على النظام ده من 6 شهور. تمام. انا اصلا ما كنتش موجود في مصر، كنت في الامارات، وبعدين كان عندي الجيوب الانفيه دي كانت متدمره. خرجت من عند الدكتور فقال لي عمليه وكده ولازم عمليه، فانا بصراحه ما كنتش عايز اعمل عمليات تاني لان عملت فيها عمليه مرتين وانا طفل صغير. يعني سمعت الدكتور ضياء بيقول للمذيع يعني انا اقول لك بطلي بيض، الجيوب الانفيه عندك تروحي، فتنكري عليا ليه؟ كل ده كانت اول مره اشوف الدكتور ضياء، فقلت والله سهل الموضوع. فقعدت افر كده ادور، عملت سيرش على الدكتور ضياء وقعدت عرفت اللي هو بيتكلم في ايه بالظبط، فنفذت. ما شاء الله 3 ايام لقيت الجيوب الانفيه اتحسنت اللي انا اصلا بعاني منها وانا طفل. ومفيش اي احتمال ان ده يبقى بسبب حاجه تانية؟ يعني خلينا نقول ممكن يكون في احتمال انه بسبب حاجه تانية، بس انا مثلا كنت برضو انا عندي اشاعات بتقول ان انا عندي فقره ثالثه وفقره رابعه. مع الوقت بعد اسبوع مثلا او 10 ايام من النظام لقيت نفسي لا زي الحمامه ما شاء الله. طب انت عارف ايه التفسير العلمي لده؟ والله انا بشوف ان هو الراجل اختار سكه مظبوط. يعني هو الراجل قال لك انت في وسط حقل الغام وانا حطيت لك مدق فانت تمشي عليه. يعني هو في تفسير بيقول لك مثلا ان النظام ده بيخلي الهضم سهل، فالدم ما بيبقاش في المعده، بتركز في المعده قوي، فبيتركز في بقيه الجسم القريه اكتر، فبيعالج بقى الاورام هو اللي فهمته برضه من الدكتور ان جهاز المناعه نفسه اللقمه اللي احنا بناكلها في حاجات ما بتعديش، فبتخلي دايما جهاز المناعه بتركز في المكان ده، مش فاضي لاي شغل تاني، مش فاضي لشغل تاني. خلاص انت اصلا لخمته، يعني زي ما بنقول ان هو خلاص ما بقاش فاضي. فبس انت النهارده لما ريحت جهاز المناعه اشتغل على كل حاجه بايظه في جسمك. عندي سؤال، هل الاكل بيخسس؟ النظام بيخسس لان هو اصلا مش قايم على الاكل، هو قايم على المنع. انت ما تاكلش كتير، تاكل عند الاحتياج بس، لما تجوع ما تحس بجوع. طول ما جسمك تعبان مش هيطلب معاك جوع. انت اول ما جسمك يتعالج كويس ويتشافى هتلاقي نفسك لا بتاكل كويس وبترد وكمان يعني بيبقى عندك كتله عضليه محترمه. وبعتقد ان ده باين، يعني بعتقد ان هو من غير جيم من غير اي حاجه، بعتقد ان هو باين عليا، بحسه في نفسي وانا ماشي في الشارع. والله اقسم بالله بحسه بنفسي من تعليقات صحابي. ممكن اكون خسيت شكلك كاسس، بس ايه فايده ما انا زايد وتعبان يعني؟ يعني ايه فايده ما انا تخين وبتاع ووش مورد وكده، وانا لما كنت كده كنت يعني شويه مليان سنه ووش مورد وبتاع، بس ايه فايده وانا تعبان يعني؟ انت حاسس ان انت دلوقتي اسلم يعني؟ بفضل الله، يعني بفضل الله انا تقريبا بنام 3-4 ساعات وبقوم زي الفل بفضل الله. الاول لا كنت ممكن انام 12 ساعه واقوم من النوم تعبان يعني. بس بلاحظ برضو معظم اللي ماشيين النظام ده بيبقوا وشهم شاحب كده والله انا ما بشوفش مشكله في الشحوب. انا ايه المشكله ان انا ابقى شاحب بس انا حاسس ان انا كويس. يعني انا النهارده لو في حاجه تعباني انا اكتر واحد احس بنفسي لو انت نفسك تمام. انا حاسس ان انا 100 بفضل الله. غير الاول، لا الاول وانا اصلا الدكتور ده انا ما اعرفوش، ما قابلتوش. كل موضوع انا راجل سمعته على التليفون فطبقه وقلت اشوف يعني ايه المردود الكلام اللي انا بسمعه. اي حد هيخش الموضوع هيحس ان هو مختلف. انا النهارده لو شربت اي حاجه مش مظبوطه، اي حاجه اكلت لقمه خارج المألوف، لا انا بحس بيها وقتي. عصير القصب مثلا، الدكتور ده كان بيقول انا بشرب منه 8 كوبايات عصير قصب. دلوقتي عصير القصب مش مظبوط، الفتره اللي احنا فيها دي عصير القصب مش مظبوط. انا ممكن اشرب كوبايه واحده عصير قصب بتعب. ليه بقى؟ ما اعرفش، في ماده بتتقال ان هي بتتحط على عصير القصب. في الاول ما كنتش مصدق، سمعت برضو الكلام ده. انا في الاول ما كنتش مصدق، بس لما يعني اللي جوه نظام الطيبات هو زي ما قال الدكتور ما يعرفش يخرج. عارف ليه ما انت كده مناعتك ضعفت؟ بالعكس انا مناعتي زادت. انت كنت في الاول بتشرب كل حاجه ولا بيحصل لك اي حاجه، فاهم؟ لا ما هو ازاي بقى ما كنتش بيحصل لي اي حاجه يعني راجل هل يعقل انت كنت تتعب من كوبايه قصب؟ ما هي دي مشكله، ان انت ما تعرفش ايه الحلو وايه الوحش. ده مشكله في حد ذاته، ده مشكله. النهارده نعرف الحلو من الوحش. جهاز مناعتي النهارده بيقول ان ده وحش رغم ان الدكتور اصلا سامح بيه، بس النهارده انا لما اشربه لا بحس ان انا يعني اتنفخت، بحس ان في حاجه مش مظبوطه رغم ان هو اصلا في المسموحات. بس في الوقت الحالي لا انا بشوف ان انا ما اشربوش. هل من اول ما فتحت لقيت اقبال على الفكره؟ لا يعني في البدايه تعبنا شويه. طب بالك قد ايه؟
انا تقريبا بقالي 3 اسابيع، بس عايز اقول ان كل يوم بيعدي على انت المطعم لسه في البدايه يعني. كل يوم بيعدي على المطعم هو احسن من اليوم اللي قبل. فانا بشوف ان السلم التدريجي ده، بشوف ان هو حاجه محترمه وحاجه كويسه وحاجه ايجابيه. يعني ربنا يوفقك. يا رب. انا انبسطت والله نورتنا. يعني مش حاسس ان المشوار كان ندمان عليه، يعني تجربه لذيذه. انا مبسوط ان انتوا نورتونا بجد، بنورك. يعني حاجه جميله. ربنا يوفقك ونتقابل تاني ان شاء الله. بإذن تفتح فرع في القاهره بقى ان شاء الله قريب باذن الله. ماشي. نكون في المهندسين يعني إن شاء باذن الله. الله. لان المهندسين بشوف فيها ناس كتير. كتير بيتصلوا عليا جدا من المهندسين، بنودي هنا اوردرات. انا دلوقتي بجهز في عربيه بحيث ان انا اقدر اوصل المنتج للناس في احسن شكل واحسن صوره يعني. خلاص تمام. يعني بحيث ان انا لما اروح المهندسين او اروح اكتوبر او اروح اي مكان يبقى الحاجه بتاعتي رايحه كويس، وباذن الله الناس تتبسط باذن الله. يا رب ان شاء الله. ونحاول نساعد الناس واحنا بنساعد نفسنا برضه. انت ما شاء الله مركز في شغلك وبتحب تطلع احسن حاجه يعني، فربنا يكرمك ان شاء الله. اتفضل حبيبي. حبيبي شكرا. نورتنا والله. بنورك. ماشي يا جماعه. الطيبات فاينل ريتنج خلينا نقول 9/10. الموضوع بعد ما قفلنا الكاميرا قعدنا نرغي في كلام كتير. الراجل ذوق، الناس كلها ذوق، الاكل حلو لذيذ. النظام بقى ككل وكفكره وكده مضر مفيد او لا، دي حاجه انا مش عارف احكم عليها دلوقتي، ومش هحكم عليها في الحلقه دي. زي ما قلت لكم هيبقى في حلقه يعني ديتيلد اكتر في نعيم الوعي. فانا دلوقتي 9/10 كتجربه دلوقتي، ان انا اكلت حاجه قشطه طعمها حلو وقشطه خفيفه بس كده. اعتقد هروح حلو قوي على الفيديو ده. كانت تجربه قشطه، تجربه غذائيه، رحله غذائيه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي رايكم في الحلقه، واشوفكم تاني في فيديو جديد قريب. باي باي. يا دوبك بقى ارجع القاهره.